يا صباح العسل على عيونكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يوم جديد، فيديو جديد، فكره جديده، ان شاء الله باذن الله هتستفادوا كتير. لكل ست بيت ما بتعرفش تحوش، لكل ست بيت ما بتعرفش تدخر، جايبه لكم كذا فكره للتحويش والادخار. ان شاء الله باذن الله مش هتطلعوا من الفيديو الا وانتم مستفادين بفضل يعني عايزه اقول لك بفضل ربنا، فضل واحد احد. والله العظيم والله العظيم انا بحلف ان شاء الله هتطلعوا كده عندكم كميه يعني طاقة إيجابية وأفكار للتوفير لا حصر لها. افكار كده ان شاء الله مش هتلاقوها في اي قناه تانية. لو لسه اول مره تشوفي قناتي، حابه اعرفكم كده على قناتي واتعرف عليكم واتشرف بيكم حبايب قلبي. قناتي اسمها وصفه ونصيحه مع مسك. ادخلي كده خدي لك لفه في الفيديوهات، ان شاء الله هتستفادي منها كتير. ان شاء الله هتحوشي وتحققي امنياتك بفضل الله. كمان حياتك ان شاء الله هتتغير للاحسن في الاحسن في الاحسن، خطوه خطوه. عايزه اقول لكم بشكر كل ست بيت، بشكر كل واحده من حبايب قلبي متابعيني اللي بتعلق لي تعليق حلو وبتكتب لي كده في التعليقات وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بشكر كل واحده حتى كاتبالي تعليق سلبي. انا والله العظيم ما بزعلش من التعليقات السلبيه، بس عايزه اقول لك قبل ما تكتبي التعليق السلبي يا ستي اكتبيه، مش هقولك ما تكتبيش تعليقات سلبيه، تمام؟ بس بعد ما تكتبي تعليقك السلبي خدي الفكره وحاولي انك تطبقيها. انا ببقى منزله كل فيديو مش اقل من 15 فكره. خدي فكرتين وامشي عليهم، مش هقولك خدي ال 15 فكره، خدي فكرتين وامشي عليهم وحاولي على قد ما تقدري، على قد ما تقدري امشي بالخطوات دي وشوفي نفسك هتعرفي توفري وهتحوشي ولا لا. وانا اراهنك انك ان شاء الله بفضل الله لو اتبعتي كذا خطوه، مهما انت في دماغك انك مش مقتنعه بالحاجه دي او هي وده توفير، ده خراب بيوت، ده والله العظيم لو حاولتي انك تطبقي كذا فكره من الفيديو ان حياتك هتتغير. عايزه اقولك للاحسن ثم الاحسن ثم الاحسن. خلاص مش عايزه اطول عليكم في فيديو عشان اقول لكم على الافكار الجديده ان شاء الله. لو لسه ما ضغطتيش لايك اضغطي لايك وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنبدأ الفيديو. يا بنات امانه بالله عليكم تدعوا لابني، تعبان جدا. عايزاكم بالله عليكم تدعوا له، لان نيه يعني الدعاء 40 غريب يعني ايه مستجاب. فعايزاكم بالله عليكم ما تنسوهوش بدعوه حلوه ان ربنا يشفيه ويصلح حاله. اللهم امين يا رب. يشفيه شفاء لا يغادر سقما ويشفي لكم اولادكم جميعا. ما تنسوش بالله عليكم دعوه حلوه منكم ليه ولكم بالمثل ان شاء الله. وعايزه اقول لكم الخير بيجيب خير، فانت ادعي لابني ان شاء الله ان ربنا يشفيه، وان شاء الله بفضل الله ربنا يشفي لك اولادك جميعا ويحقق لكم اللي بتتمناه ويشفي كل مريض. اللهم امين. اول حاجه بنات، ايه الفكره دي يا مسك؟ عايزه اقول لك الفكره دي في افكار كتير قوي انا قايله لكم يعني كاتباها وهقول لكم عليها في التوفير، لكن الفكره دي فكره جديده قوي. فانت هاتي المشروب بتاعك تمام وتعالي لي كده، اي مشروب هتشربيه وتعالي هقول لك على الافكار، وفي وسط الكلام هقول لك على الفكره دي انا عامله ليه كده وايه يعني الغرض من كده. تمام. اول حاجه بنات في ان احنا عايزين نغير حياتنا، افكار توفير، افكار ان شاء الله ما فيش احسن من كده ان شاء الله باذن الله. حاجات بسيطه جدا، مش جايبه لكم برضو يعني حاجات من كوكب تاني، لكن حاجات على مدار اليوم بتاعنا. بس لو اتبعتيها صح واتبعتيها بنظام صح حياتك هتتغير للاحسن ان شاء الله. اول حاجه بنات الصحيان بدري، انك تصحي بدري. يعني مش مثلا انزل ولادي الصبح الساعه 6 ونص تمام وارجع اقول هنام لي نص ساعه والنص ساعه دي تقلب لساعه ونص ولا ساعتين، تمام؟ ما بقاش انا يومي الحمد لله ربنا بديهولي من بدري وجاعل فيه البركه وانا ابوظ يومي. صدقوني ربنا بيقول ايه؟ اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. سعيتي وصحيتي بدري ونويتي النيه لله الخير انك هتطبقي حاجاتك وتعملي تطبقي يعني مهامك اليوميه وتظبطي عيشك، حياتك هتتظبط. طب انا نمت ووخمت بقى واصل انا سعانه والكلام ده، صدقيني مش هتلاقي وقت. هتلاقي الوقت ضاع منك على بال ما تصحي بسرعه تجري تعملي غدا، تجري تروقي هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه على بال ما اولادك يجوا. هتكوني متنرفزه ان انا مثلا ما لحقتش اعمل حاجه. يجي مثلا هم عايزين اقعد اذاكر معاهم، مفيش وقت، انا بجهز حاجات لوقت تاني او اكل العشاء بقى او كده. فاولادي هيبقوا ذات نفسهم متشتتين. انا متشتته في كل حاجه، مفيش حاجه يعني ايه، مفيش حاجه فيها نظام معنى اصح. فبالتالي منين هجيب وقت للتوفير؟ منين هجيب وقت ان انا اقعد لنفسي؟ منين هجيب وقت لاولادي؟ مش هيبقى في حاجه، تمام؟ مش هيبقى في وقت خالص، مش هيبقى في بركه، مش هيبقى في توفير، مش هيبقى في حاجه. ليه مفيش توفير؟ علشان انا ما رتبتش حاجاتي، ما مسكتش ورقه وقلم وكتبت انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا. لا، ده انا مثلا بدل ما ابقى انا بخترع حاجات للغدا ان هي توفر لي شويه، لا ده انا جاري ابعت مثلا ابني هجيب سندوتشين عشان يتوصل، انا ما لحقتش. مثلا ما فيش افكار للعشاء، مثلا ما عملتش مثلا صينيه كيكه، موضبه نفسي ان صينيه الكيكه دي مثلا هتكفي يومين عشاء، لا ده انا ما لحقتش، ده ما فيش وقت. لا طب انا ننزل نجيب سندوتشات، ده انا ننزل نجيب علب كشري. كل ده بيخرب الميزانيات، وصدقوني مره مع مره هتلاقي كلامي ده صح. خلاص تمام. اول حاجه الصحيان بدري. صحيتي بدري
استعذتي كده بالله من الشيطان الرجيم، اول ما تصحي كده تعبانه، ولادك نزلوا وموخمه والكلام ده، فتحي شبابيكك، فتحي شبابيكك، ولو عندك بعود بخور تمام، صدقوني احسن من المعطر. كلنا عندنا معطرات وبنرش والكلام ده، بس عايزه اقول لك الاحساس بالراحه، وانك تشمي كده الهواء بتاع الصبح البدري ده. وصدقوني والله العظيم انا كنت سامعه الحاجه دي مش اساسيه يعني، بس كنت سامعه الناس بتوع زمان يقول لك الصحيان بدري ده، وانك تشمي نسمه الهواء بتاع الفجريه ده بيطول في العمر. طبعا ده حاجه يعني مش اكيده، واحنا ما نعرفش في الغيب، بس معظم الناس بتوع زمان كانوا يقول لك كده، انك تشمي نسمه الصباح الفجريه دي حاجه بتدي يعني ايه، انك تشمي. طبعا بيبقى الهواء لسه صافي، من غير ابخره، من غير دخان لاي مصانع او سجاير او بيبقى النسمه بتاعت الفجريه دي حلوه، بتشمي هواء، بتستنشقي هواء نظيف. فصدقيني ده يعني ايه، بيترتب عليه حاجات ايجابيه في حياتك، وفي يعني وفي نفسيتك وكده. تمام. تمام. انا صحيت بدري تمام، فتحت شبابيكي، قمت مشغله عود بخور. ليه عود بخور؟ ده انا عندي معطر وبعطر؟ لا، شغلي بس عود بخور. انت بتحسي ان الطاقه السلبيه اللي في شقتك كلها بتطلع مع الهواء بره بره، بيبقى تحسي ان ريحه البخور بس هو اللي في شقتك كده وحلو. ويا سلام بقى انك تشغلي الراديو على القران الكريم، يا اما الشاشه بتاعتك لو ما عندكيش راديو. تمام تمام. صليتوا بينا على النبي، ما تنسوش اهم حاجه الصلاه على النبي في التعليقات، اهم حاجه. بعد كده ذكر الله والاستغفار. انا عندي وقت وشايفه ان انا حياتي الحمد لله مترتبه، شقتي كويسه وكده، ادي لنفسي نص ساعه ورد يومي كل يوم مع الاذكار واذكار الصباح والاستغفار. طب انا ما عنديش وقت يا مسك، ولسه ان شاء الله هطبق الكلام اللي انت بتقولي عليه ده. هتبداي فتحت شبابيكك، هبدا انا مثلا هجهز غدا ايه، او ان انا هروق المطبخ، او عندي شويه مواعين هغسلهم، ابدا ان انا استغفر وانا مثلا بغسل المواعين، بقرا ايه قرانيه صغيره اكون حافظاها، اي حاجه تكوني حافظاها من الاستغفار واذكار الصباح قوليها ردديها وانت ماشيه. مش حافظه حاجه يا ستي، صلي على النبي طول ما انت رايحه جايه في شقتك. تمام، عشان لو مثلا لو ما عندكيش وقت انك تقعدي. تمام تمام. طب ويا سلام بقى لو انت كده اول ما تودي ولادك كده تقومي عامله لك كوبايه نسكافيه او كوبايه قهوه. تمام، انا ما بحبش ده ولا ده، كوبايه شاي. ويا سلام لو كوبايه شاي ساده بتصحصح كده يا بنات وبتنعنش الجو، مع مثلا باتيهايه، مع اي حاجه معجنات في البيت. وهو ده الطريقه اللي انا هقول لك عليها، وهو ده خطه التوفير. بتحسسي نفسك، بتغيري نفسك يعني ايه، من الحاجات السلبيه، من العاده اليوميه اللي انا اصحى كل يوم افطر فول وطعميه، او افطر من بقيه العيال مكان ما انا عامله لهم اللانش بوكسات والكلام ده. لا، بصي حبي نفسك ودلعي نفسك. مفيش مانع لما تفطري فطار زي الكافيهات الصبح، كوبايه النسكافيه او كوبايه مثلا ايس كوفي اللي بتحبيه، حاجات كده تكون فيها ايه كافيه يعني، منبهات شويه عشان تصحصحي. تمام. واي حاجه حلوه كده غير بقى السندوتشات الفول وسندوتشات الطعميه، او مثلا الحاجات دي ممكن اعمل لنفسي مثلا ايه على الجريل كده سندوتش جبنه اسيحه على الجريل. اي حاجه حتى لو حاجه تقليديه، صدقيني لو حتى سندوتش مش مشكله، فول مفيش الا هو. تمام. وهقسم كده اعمله بطريقه مختلفه، واقوم ايه مثلا عاملاه على الجريل، واخد من هنا تحميصه ومن هنا تحميصه، وسلام بقى مع كوبايه نسكافيه او كوبايه شاي بلبن او اي حاجه. ده بدايه التوفير يا مسك. هو ده بدايه التوفير، ان انا احسن من نفسيتي. فطرت الحمد لله في خلال مثلا 10 دقائق، اقوم بقى انا متشجعه، انا النهارده فتره فطار مختلف، مغيره من نفسي الكلام ده. تمام. اول حاجه يا بنات، بعد ذكر الله والاستغفار وفطرنا والكلام ده، لو عندك وقت يعني الفطار، بلاش الاسراف. تمام. بلاش الاسراف. ليه؟ مثلا انا ما بصرفش مثلا والكلام ده، لا. حاولي ان انت الحاجه اللي انت شايفه نفسك انك ممكن تعدي يومك بيها من غيرها ما تجيبهاش. قولي كده قبل ما انزل ابعد مثلا انزل عند الخضري اجيب الحاجه دي، طب انا في حاجه بديله، لو في حاجه بديله ابدا بيها. تمام تمام. تاني حاجه الرضا والقناعه، ان انا ابقى راضيه بما قسمه الله ليا او بما كتبه الله لي. دي الرضا، اهم حاجه الرضا، انك تكوني قنوعه. انا مثلا ما فيش الا في بيتي فول وطعميه على سبيل المثال، لا ده انا احمد ربنا واخترع، اعمل مثلا طريقه طعميه مختلفه بحشوه مختلفه، ويبقى ده الغدا. ما فيش الا شويه فول وكيس فول، اعمله بتخديعه مع بطاطسيه مسلوقه مثلا وهرسها بفص توم وشويه خضره، وده يبقى ده الغدا. نعمه وفضل من عند ربنا. انا دايما ابقى حامده ربنا، هو ده بيتي، هو ده لازم انا احبه، هو ده اللي انا ان شاء الله اخليه مملكه. فاهمني؟ اضغطوا لايك، ولو لسه ما ضغطتوش لايك وكملوا الفيديو للاخر، عشان عايزه اقول لك ان شاء الله الحاجات الجايه هتستفادي منها كتير قوي. بعد كده يا بنات اللي هو الاهم فالمهم، اشوف ايه اهم حاجه اللي انا لازما حياتي ما تعديش بيها واجيبها. بعد كده المهم اللي هي الحاجه اللي يعني المهمه بس مش مهمه قوي، اللي انا ممكن استغنى عنها، يعني اللي هو مش هيحصل حاجه. يعني مثلا انا محتاجه فرش للبيت، محتاجه سجاد يعني مع مثلا ما في سجادي مقطع الكلام ده، بس في نفس الوقت ولادي محتاجين ترنجين.
تمام. طب ايه الاهم؟ لا، ولادي ان هم محتاجين ترنجين. انا ممكن لو انا مثلا هفرش كوفرته قديمه مكان السجاده هتعدي، دفايه قديمه هتعدي، خلاص. مش شرط الحاجات دي، اللي هو الاهم في المهم انك تدوري ايه اكتر حاجه مهمه، ايه اكتر حاجه ان مثلا هناخدها من مرتب بتاع جوزي الشهر ده وهنجيبها، تمام، مع اني محتاجه مثلا بتاع 3 4 حاجات، اشوف ايه اهمهم واجيبها، وبقيه الحاجات يعني ايه تتدرج كده يا بنات على مدار الشهور اللي بعد كده. تمام. بعد كده زياده الدخل. ازاي ازود دخلي؟ مش عيب قوي انك تساعدي جوزي. واحده تيجي تقول لي ده هم اللي المفروض عليهم كل حاجه، ده انا مش ملزومه، انا ملزومه ان هو يجيب لي اكلي وشربي لحد عندي. هو ده صح، ماشي، بس ما فيش مانع انك تجعلي يعني ايه رحمه ورأفه بيه، حتى لو هو مش كويس معاكي. صدقيني، يعني في ازواج مثلا، في زوجه تقول لك ده وحش، ده مش كويس معايا، ده ما بخيل عليا. ماشي، طب ما انت توسعي دخلك وانت تحسني من نفسك. هو بخيل يا ستي في حاجه عليكي، انت اشتغلي وزودي دخلك وهاتيها، حسني من حياتك، غيري. لما واحده بتسعى وبتشتغل هنا وهنا وجوزها قاعد مثلا، هي دي مش حاجه وحشه، هي دي ان انت بتحاولي انك تسندي شويه، بتحاولي على قد ما تقدري تجيبي الحاجات اللي انت نفسك فيها، تمام، بحيث ان احنا بقى ما نوقفش الدنيا على نفسنا ونقفل عيشتنا ويجي لنا اكتئاب ونبوظ عيشتنا وعلينا وعلى اولادنا. تمام، انت بتحاولي انك وصدقيني ربنا بيساعد وربنا بيعين. بعد كده يا بنات اعملي للفلوس قيمه. ايه اعمل للفلوس قيمه؟ عايزه اقول لك انا قايلها لكم قبل كده، اعمل للفلوس قيمه يعني ما يجيش جنيه ابقى مثلا معايا اقول ده ملوش لازمه، لا ده انا مش هسقط، وانا لو سقطته في الحصاله هفضل احوش على كام سنه، تمام، لا اسقطيه بس جربي واسقطيه. تمام. عايزه اقول لك برضو قايله لكم قبل كده الكلمه دي، ال 99 جنيه ما ينفعوش يبقوا 100 الا لما بنحط الجنيه. لو ما فيش الجنيه اللي انت مش عامله له قيمه ده، عمرهم ما يكملوا 100 جنيه، تبقى مقفله، عمرها ما هتتجمد، هيفضلوا ال 99. تمام. فهو ده دايما انا ماشيه بمبدا الجنيه ده نعمه من عند ربنا، الجنيه ده له قيمه كبيره قوي 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 قوي. تمام تمام. امشي بقى بعد كده، امشي بمثل الغالي ثمنه فيه. يعني ايه يا مسكي الغالي ثمنه فيه؟ انت منين بتقولي وفروا وامشوا على قدكم والغالي ثمنه فيه؟ يعني مثلا يا ست الكل، انا عامله حسابي ان انا وفرت مثلا 300 جنيه مثلا، تمام، و... ومثلا ان انا ايه هجيب حاجه ناقصاني في البيت، زي ما انا قايله لكم جنيه ورا جنيه ورا جنيه ورا جنيه، ومثلا عملت 300 جنيه على مدار كذا شهر. وانا مثلا ابني محتاج شنطه، وهو ده اللي انا عملته صدقوني، يعني ابني محتاج شنطه، خلاص. طيب ده انا ممكن اروح اجيب شنطه ب 100 جنيه، وممكن اروح اجيب حاجه تانية للبيت ب 100، وممكن اجيب مثلا جزمه ليا ب 100 جنيه كمان. لا، اوعي تعملي كده، لان انا السنه دي مشيت بمبدا اللي هو ايه، الرخيص حلو ومش وحش وكده، واشتريت ما شاء الله شنط للمدرسه، وما شاء الله ليه، عشان كنت بقول بوفر، تمام، وطلعت حاجه غلط جدا. اضغطوا لايك لو لسه ما ضغطتوش، وصلوا على النبي عشان اقول لكم انا ازاي اتضحك عليا. يعني عايزه اقول لكم اشتريت الشنطه رخيصه، خلاص. قلت مثلا ده انا من 3 سنين كنت شاريه شنطه، كان هو ساعتها في اللهم صل على النبي داخل سنه اولى ابتدائي، واشتريت شنطه ما شاء الله ب 450 جنيه. كان من 3 سنين 450 دولار حاجه، تمام، واشتريتها. عايزه اقول لكم ان الحمد لله الشنطه دي هو بقى اللي بيروح بيها السنه دي، مع ان السنه دي شارين شنطه جديده، تمام، كنت شاريها في حدود 200 جنيه الشنطه دي، لكن والله العظيم ما قعدت، والله العظيم عايزه اقول لكم اتخيطت يمكن اللهم صل على النبي 4 أو 5 مرات، خيطتها 5 مرات في اول شهر بتاع المدرسه، تمام، ومع ذلك ورجعنا للشنطه القديمه اللي بقالها 3 سنين، والحمد لله هو بيروح بيها دلوقتي. فليه امشي بالمبدا ده؟ يعني مثلا لقيتي كوتشي حلو ان هو مثلا ب 350 جنيه، ولقيتي كوتشي تاني ده ب 150، ما تسترخيش وتجيبي ابو 150، لانك هتقضي بيه شهر وهترجعي تضطري انك تجيبي واحد تاني. لا، هاتي الحاجه حلوه هتكفي معاكي ابنك سنه وسنتين وثلاثه، وهو بالفعل اللي انا عملته السنه دي في الشنط. لكن انا لا، الحمد لله بعد كده لو انا معايا 300 جنيه دولت، بدل ما اجيب بيهم 3 حاجات، لا هجيب بيهم حاجه واحده، وارجع احوش واجيب الحاجه التانيه تكون حلوه برضو تستحمل معايا سنه واثنين وثلاثه. هو ده المبدا اللي انا بقولك امشي بمبدا الغالي ثمنه فيه. تمام. بلاش بقى بهرجه يا بنات في ايه، في الاكل. طب بلاش بهرجه في الاكل ليه؟ انا يعني مثلا ان انا عامله شويه اللهم صل على النبي، النهارده عامله شويه مسقعه، خلاص، اجي تاني يوم اتبقى مثلا نصهم، طب لا ده انا هركنهم خالص، وهقوم بقى عامله تاني، او عامله مثلا شويه طبيخ بسله بقى حله كبيره تكفي مثلا بقى. طب ما هو دولت، ما انتوا كده هتاكلوا البسله وهتسيبوا شويه المسقعه اللي فاضلين. لا، ده انا احيي الاكله. احيي الاكله ازاي؟ يعني انا فاضل شويه مثلا مسقعه، لا اقوم عامله مثلا سلقه نص كيلو بطاطس او كيلو يا ستي بطاطس، وهرساه وعاملاه شويه خضره والكلام ده مع المسقعه، حاجه تتغمس باش محمره بطاطستين، مجدده من الاكله بقى اللي عندي، بحيث ان الاكله دي تتاكل، مش اللي هو اقوم راكنه المسقعه وعامله مثلا طبيخ بسله ورز. طب ما هو ده هيبقى هحطه برده، بس ولادي مش هيبصوا له،
تمام. تمام. طب انا مثلا ولادي ما بياكلوش الاكل البايت وانا اتبقى عندي شويه، ده ارميهم؟ لا، ما ترميهمش، حطيهم في علبه، حطيهم في الفريزر. بعد 4 5 ايام لو طلعتيهم مع شويه بطاطس محمره، انت كده حياتي الاكله كده، انت ما اكلوش اكل بايت، انت كده ما تقولولهمش. انت حطي حاجتك في الفريزر محدش شايفه وطلعي كانك عاملاه. تمام. وصدقيني الموضوع ده هيرتب عليه حاجات كتير قوي بعد كده، يعني هيوفر معاكي برضو كده. طيب، وصلنا لحد يا بنات بلاش برجر. بعد كده اشتري الفاكهه على طول. ايه يا مس كده انت بتقولي منين نوفر ومنين نشتري الفاكهه على طول؟ خلي الفاكهه دي حاجه اساسيه في حياتك في ولادك. ليه بقى؟ عشان ما ينفعش ان انا افضل ماسكه على نفسي وموفره من هنا ومن هنا وولادي يتعبوا. طيب ليه؟ عشان الفاكهه مهما كان حلوه، انا عايزه اقول لك الفاكهه دي احسن من كيس الشيبسي. انا ممكن امسك عليهم في ايه؟ في مصروفهم شويه اللي هما بيشتروا بيه شيبسيات. يعني انا بدي 10 ادي 5، بدي 5 والدنيا مقفله معايا ادي 4. تمام. واوفر الجنيه ده. طيب اصل الحاجات اللي هم يشتروها ممكن ما تبقاش مفيده، سواء هيشتروا شيبسي سواء هيشتروا مثلا اندومي، الكلام الفاضي ده كله. تمام. لا، ده انا ممكن امسك في الحاجه دي واروح اشتري لهم فاكهه. حاولي كمان انك بتشتري فاكهه، مش شرط انك تشتري الفاكهه اللي هي الغاليه المبالغ فيها بقى. انا ممكن اجيب برتقان سعره حلو في السوق، جوافه سعرها حلو، بلاش اطلع لحاجات عاليه قوي يكون سعرها غالي. تمام. تمام. انا برضو حاولي انك اشتري الفاكهه. مثلا البلح بيعد كتير. تمام. انك هتدي لكل عيل 3 بلحات في ايده كده حلو قوي، كيلو هيكفيكي 3 4 ايام لو هتدي كل عيل كده 3 بلحات في ايديه كل يوم. يبقى معنى كده انك دخلتي لهم الفاكهه كل يوم في، يعني في جسمهم. البرتقال مثلا، تمام، ممكن اكلهم مثلا اجيب برتقانيه ولو هفصصها وهدي لكل عيل فصين او 3، نعمه وفضل من عند ربنا. تمام. تمام. ممكن اخد برتقانتين على جزرتين واقوم عاملاهم يوم 3 او يوم رابع، مثلا لو بقى عندي برتقانيه على جزرايه وعاملاهم مثلا عصير، اصبح ان انا شربت البيت كله 5 افراد مثلا ببرتقانيه وجزرايه كده، اصبح ان انا كل يوم بدخل لهم فاكهه في جسمهم كل يوم. بالتالي ان انا برضو الحمد لله انا كده مش حرماهم من حاجه. تمام. ضغطتوا لايك؟ شايفاك اللي لسه ما ضغطتيش لايك ما تبخليش عليا بالله عليكم يا بنات باللايك، اضغطوا كده لايك. ويعني عايزه اقول لكم شجعوني كده، عشان ان شاء الله والله العظيم لما بتشجعوني وتضغطوا لايك والفيديو ده يعني بيترفع شويه في المشاهدات، بتشجع اكتر ان انا انزل لكم افكار على مدار الايام، على مدار الحياه اليوميه اللي انا بعملها. بحاول ان انا ايه افيد اخواتي وحبايبي. وانا صدقوني ما بقولش حطوا لايك الا لاخواتي متابعيني اللي دايما منوريني في قناتي. عايزه اقول لكم كمان روحي السوق اخر اليوم. ليه اروح السوق اخر اليوم؟ علشان لما بتروحيه في الاول بتشتري الحاجه بيبقى السوق مش زحمه والكلام ده وبيبقى كده، بس بتبقى الحاجه غاليه، بيبقى لسه البياعين متشددين. لكن انت لو رحتي السوق مثلا في اخر اليوم، يعني انا مثلا في اول السوق كان الفلفل ب 15 جنيه، مش الايام دي، ده يعني قبل كده. تمام. انا بضرب لكم مثال. جه على اخر اليوم لقيته ب 5 جنيه. تخيلوا يعني 10 جنيه في الحاجه. فانت جربي انك تنزلي مره اخر اليوم وتحاولي انك كمان تفاصلي. يعني البياع بيقول لك الحاجه دي مثلا الكيلو وربع بشر، لا انت قولي له مثلا ده ب6، ده كيلو ونص. على بال ما يرضى هتلاقي نفسك جبتي الحاجه رخيصه وحسيتي. بدل ما كنتي بتنزلي بال 100 جنيه الصبح ما بتكفيكيش، لا ده انت ال 100 جنيه هتنزلي بيها اخر اليوم ما شاء الله عايزه اقول لك هتبدعي بيها، هتجيبي كذا صنف بيها. تمام. تمام يا بنات. بعد كده اختراع لكل حاجة توفير. يعني ايه اختراع لكل حاجة توفير؟ يعني اي حاجة هاجي اعملها اشوف ان انا ممكن اوفر فيها ولا لا. قبل كده قايله لكم المنظفات، انا بشتري المنظفات الحاجة العادية والمنظفة تمسك فيها فيها اختراع. حبيبتي فيها اختراع. يعني مثلا انا بجيب واحدة تيجي تقول لك انا بجيب كيلو الكلور ب5 جنيه، لا انت لو جبتي كيلو الكلور الخام قوي ب8 جنيه وفكتيه في 4 رتل مية، اصبح ان انت عندك 4 رتل ب8 جنيه بدل رتل ب5 جنيه. شوف انت وفرتي قد ايه. طب انا الرتل ده بيكفيني شهر او مثلا اسبوع، لا ده انت بقى اللي هو ابو 5 يبقى هتجيبي الشهر ب20 جنيه، لا ده انت هتجيبي ابو 8 جنيه وهيكفيكي ال20 اللي هو يا بنات الشهر اللي هو ال4 اسابيع، كل كيلو باسبوع. اصبح كده ان انت الكيلو عندك واقف ب2 جنيه مش ب5 جنيه. تمام. تمام. كل حاجه بقى المنظفات بجيب مثلا كيس اوكسي ب100 جنيه عشان يكفيني، لا هاتي مثلا ب50 وهاتي ب25 كيلو سايب وخلطي، هيبقى نفس الكميه وان شاء الله هتبقى نفس النظافه. وقايله لكم كتير ارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده هتستفادوا منها كتير بحاجات وتكات يعني ايه بسيطه، بس هتعمل معاكي تغيير في حياتك. تمام. تمام. مثلا اللحمه ازاي؟ قايله لكم برضو ان انا لو جبت نص كيلو لحمه ممكن اخليه كيلو وممكن اخليه كيلو ونص كمان. هاجي مثلا الرز بدل ما كنت بعمل كيلو الا ربع، انا في ايديا ان انا اعمل نص واخليه قد الكيلو وقد الكيلو الا ربع. تمام. قايله لكم برضو بتكات وافكار، ارجعوا للفيديوهات وان شاء الله هتستفادوا منها كتير. يعني هو ده كده اختراع لكل حاجه توفير. كل حاجه لو اخترعت لها حاجه توفير ما شاء الله هتسد وتوفي معايا. تمام. صليتوا بينا على النبي زيدوا النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. ودايما خليكم ماشيين بمبدا صلي على الحبيب ايه قلبك يطيب، وصلي على الرسول همك يزول ان شاء الله يا ربي. يعني ايه اقول لكم ما يجعلش هموم في حياتكم ابدا، ويشفي مرضاكم ومرضى المسلمين اجمعين اللهم امين. دايما بصي للاقل منك.
ليه ابص للاقل مني؟ علشان لو بصيتي للاعلى منك هتتعبي. انا بقولك اعلي وحاولي انك تطلعي السلم درجه درجه وتطلعيه جري وما تتعبيش، تمام؟ بس وانتي مكانك ما تبصيش للي اعلى منك، لكن انتي في ايديك انك تطلعي له، تمام؟ بس بالراحه، بتفكير وبتكات وبحاجات ان شاء الله هنعملها وتحققي امنياتك. لكن ليه ابص للي اقل مني؟ علشان ما اتعبش. ابص الحمد، اقول دايما نعمه وفضل من عند ربنا. دايما لما بتبصي للاقل منك ده بيذكرك دايما بالحمد والشكرانيه لربنا سبحانه وتعالى، ان انا في نعمه، الحمد لله. ده انا كوني ان انا قاعده في شقتي دي، حتى لو شقتي مثلا اوضه وصاله ومطبخ وحمام، ومثلا ده في ناس ما عندهمش الاوضه دي، ده في ناس ما عندهمش الشقه الصغيره دي، ده في ناس قاعدين مع حمواتهم في اوض، ده في دايما ابص للي اقل مني بالطريقه دي. صدقيني نعمه وفضل الناس مش لاقيينها. اللي واحده مثلا دايما تقول ده انا شقتي ضيقه، ده انا مش مرتاحه فيها، ده انا الناس اللي عايشه في ساحه وشقه 4 و5 اوض. لا والله هتتعبي جامد قوي. لكن دايما بصي للاقل منك، وانتي برضو حاطه في دماغك العلا انك تعلي ان شاء الله، وبالسعي ربنا يحقق امنياتكم، اللهم امين. اخر حاجه يا بنات اللي هي حبي نفسك وحبي حياتك ودلعي نفسك. احبي نفسي ازاي يا مسك وادلع حياتي وانتي بتقولي توفير ومسكان وده 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 وده؟ ايوه ايوه. ازاي هتوفري وتعملي كل التكات دي وانتي مش حابه الحياه اللي انتي عايشاها، وانتي مش حابه نفسك، ما انتي مش مدلعه نفسك؟ انا بقول لك ممكن انك تغيري مدار يومك، انك تصحي ساعه بدري وتعملي لك كوبايه شاي اللي هي بتفطري بيها كل يوم، وتعملي لك سندوتش بس تدلعي نفسك. انا مثلا بعمل السندوتش تقليدي كده، الجبنه مثلا، لا ده انا المره دي اسخنه بالجبنه مثلا واسيح الجبنه فيه. ده انا المره دي مثلا مش هفطر مثلا، اللهم صل على النبي، جبن والكلام ده، ممكن اعمل باتيه وافطر بيه الاسبوع ده، تغيير. يعني حاولي انك تجددي. انا مثلا سيبك من الاكل خالص، انا مثلا متعوده ان انا بشرب الشاي بتاعي وانا واقفه في المطبخ وانا بشتغل، لا اطلعي اشربيه في البلكونه، ادي لنفسك طاقه، شمي الهواء بتاع الصبح ده، غيري. بشرب كوبايه القهوه بتاعتي في الانتريه، لا اغير اطلع اشربها في البلكونه، احط لي كرسي في البلكونه كده بعد ما اولادي يمشوا، ادي لنفسي ربع ساعه كده ريست قبل ما اشتغل وقبل ما ابدا وانا بشرب القهوه بتاعتي في البلكونه. بلكونتي مش نظيفه انضفها واحط فيها قصريتين زرع كده، اللي هو عشان راحتي النفسيه، انا اطلع كده اشرب اي مشروب فيهم يعني في البلكونه كده قدامهم. اغير من طاقتي الايجابيه، بمعنى اغير من طاقتي السلبيه، اطلع الطاقه السلبيه خالص واغير الطاقه. ونيجي بقى هنا، عايزه اقول لكم ايه الفكره دي. حبايب قلبي قايلين لي يا مسك الناس عندها قولون وما بتفطرش فول وطعميه. طب هقول لك حاجه، انا في كل علبه من دول بوفر 50 جنيه. ازاي؟ يعني انا مثلا عامله لنفسي رتم مثلا فيما معناه فطار الاسبوع ب 200 جنيه، تمام؟ تمام. اجي انا ممكن افطر انا الاسبوع كله ب 30 جنيه. طب ازاي يا مسك؟ ازاي؟ ولا هشتري فول ولا هشتري طعميه. طيب، اول حاجه انا لما بجيب كيلو ونص دقيق، خلاص كان بها كان بها، وابدا اقسمه اربع، بعمل اللهم صل على النبي، بعمل او ربع وشويه، يعني بقسمه كده ان هو يطلع لي 4 اصناف. يعني فيما معناه ال4 اصناف دول، النور قطع يا بنات والجو ضلم، بس معلش يعني احنا قربنا نخلص الفيديو. ال4 اصناف دولت هعمل مثلا علبه ميني بيتزا، وعلبه منين بالملبن او بالعجوه او ساده، تمام؟ وعلبه كرواسون بالجبنه، وعلبه اي معجنات، صينيه كيكه بكوبايه دقيق، تمام؟ تمام. اصبح ان انا عندي 4 اصناف، ممكن كل يوم افطر بصنف، والصنف العلبه هتكفيني يوم، يعني عايزه اقول لك يومين. اصبح ان انت وفرتي. طب انا لو اشتريت الاصناف دي كلها من الفرن والمخبز والكلام ده، هشتري مثلا الاصناف دي كلها مش هتقل عن 200 جنيه. اصبح ان انا ممكن ب 30 جنيه اعمل الاصناف دي. حط يا ستي كل حاجه واحتياجاتها مثلا مع البيكنج باودر والفانيليا والكلام ده، قولي انك هتكمليهم مثلا 50 جنيه، او والله العظيم ما بيكملوش 50 جنيه حتى. اصبح ان انت وفرتي في الاخر يا 150 جنيه يا 200 جنيه. هي دي الفكره، وفكره جميله جدا. حاولي انك تغيري. ماشي يا ستي، مش كل يوم فطار فول وطعميه. بدل ما هتجيبي كيلو طعميه، كيلو فول مدشوش وكيلو فول حصل التقديس، هاتي كيلو الا ربع وكيلو الا ربع، وبالباقي الفلوس هاتي بيهم كيلو ونص دقيق، واعملي الفكره دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا ما نسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناه. اترككم في فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.